وحسام لعبد وحازم امام والهدف المصري الاول. الهدف المصري الاول. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن بطولات مصر الأفريقية اللي هم 57 و59 و86. النهاردة بقى مع الجزء الثاني وبطولة 98 في بوركينا فاسو. بطولة 98 اللي من أكثر البطولات اللي مش واخدة حقها في تاريخ مصر. بطولة 98 كانت مقامة في بوركينا فاسو، ومدرب منتخبنا ساعتها كان الكابتن محمود الجوهري، وكان معاه جيل جديد تماما عن الجيل اللي قبله، زي نادر السيد وهاني رمزي واحمد حسن وحازم امام والمخضرم حسام حسن اللي انا بعتبره هو اعظم مهاجم في تاريخ مصر. منتخب مصر ساعتها ما كانش مرشح للبطوله، يعني اللعيبه وهي مسافره احنا نفسنا كمصريين عارفين ان هم ما كانش هيعملوا اي حاجه في البطوله وهيرجعوا زي ما راحوا، بس ما حصلش كده. ما بتتحسبش كده يا صاحبي. وقعنا في البطوله دي مع مجموعه فيها المغرب وزامبيا وموزمبيق. بدأنا البطولة قدام موزمبيق وكسبنا 2-0 وسجل الهدفين كابتن حسام حسن. الماتش الثاني كان قدام زامبيا واكتسحناها 4-0، سجل حسام حسن هاتريك وهدف لياسر رضوان. والماتش الأخير كان قدام المغرب وخسرناه ساعتها قدامهم 1-0 وكانوا عودتنا لسنين. واللي سجل هدف ساعتها كان مصطفى حجي بهدف بصراحة عالمي من باكورد. وبنصعد بالمجموعه دي في المركز الثاني بعد المتصدر المغرب، وبنتاهل لدور الثمانيه عشان نلاعب كوت ديفوار، وبعد ماتش قوي بينتهي 0-0 بنوصل لضربات الترجيح وبنصعد على حسابهم بعد ما خلصناها 5-4 وتالق الكابتن نادر السيد. في نص النهائي بنقابل منظم البطوله منتخب بوركينا فاسو، وقلنا هيكون ماتش صعب، بس ده ما حصلش وكسبنا 2-0 بجونين لحسام حسن برضه. للعلم الجماهير قبل البطوله كانت بتطالب باعتزال حسام حسن، بس عمل اقوى بطوله وطلع فيها هداف البطوله. ونوصل النهائي عشان نقابل منتخب جنوب افريقيا بطل النسخه اللي فاتت سنه 96، بس احنا عملنا ماتش قوي وكان ماتش النهائي من اسهل الماتشات لينا في البطوله كلها، وكسبنا 2-0 في اول ربع ساعه، والمره دي اللي سجل الاهداف كابتن احمد حسن وكابتن طارق مصطفى. وبنحقق كاس افريقيا للمره الرابعه. احرزنا في البطوله دي 10 اهداف، منهم لحسام حسن 7 اهداف لوحده، خد بيها هداف البطوله وما دخلش فينا غير جول واحد بس بتاع المغرب. وكونك انك وصلت لغايه هنا يبقى الحلقه عجبتك. ما تنساش اللايك والكومنت والشير، واستنونا الحلقه الجايه ان شاء الله. كان معكم اسلام اوتاكا وبرنامج باكورد. السلام عليكم.